وروقان. حلقة النهاردة بقى تنمية بشرية، بجد ما تتسابش خالص 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 لأنها مهمة جدا. بس قبل ما أقولك على حلقة النهاردة اللي هتغير حياتك وهتساعدك، هقولك ما تنساش بجد تشترك في قناتي، لأن قناتي عارف هتلاقي نفسك الحقيقية فيها. هتحس فعلا بالسعادة اللي انت مفتقدها، هتحس ان انت بجد لقيت نفسك. عارفين الناس لما يبقى في حد حاسس بغربة وسط الناس؟ عارفين لما يبقى حد عنده كل حاجة بس حاسس ان ناقصه كل حاجة؟ عارفين لما حد بيكون بيدور على نفسه الحقيقية وبيدور على السعادة اللي بجد، مش اللحظية، السعادة اللي بتيجي من القلب، مش من الحاجات الزايلة؟ انت اشترك في قناتي وانت بجد كل حياتك هتتغير، لان قناتي قناة السعادة والروقان. المهم، فيديو النهاردة بعنوان ان انت اتخلقت علشان تكون سعيد ومبسوط وفي حالة من الاسترخاء كده، وان انت تحقق اهدافك بسهولة ويسر. اللي انا بقولهولك ده انا بنسف كل البرامج العقلية اللي اتزرعت فيك من ان انت لازم تكافح من وانت صغير عشان توصل، او ان انت تتألم علشان توصل، أو وغيروا معنى الاجتهاد بان هو الاجتهاد ان انا بقى ايه لازم يطلع عيني في الحياة عشان اوصل. انا عايز اقولك على حاجة، الناس اللي فاهمين الحياة بجد وفاهمين القوانين بتاعتها اللي ربنا حطها، عارفين المعلومات دي صدقني. هقولك على حاجة، نفترض واحد مثلا عايز يعمل فلوس، طبعا اكيد بالحلال مش بالطريقة الحرام، تمام؟ هتلاقيه دايما يقولك ايه؟ يا عم ده اسهل حاجة في الدنيا ان انت تعمل فلوس. انا مش بحب اقول عليها فلوس، هي اسمها كلمة مال. اسهل حاجة في الدنيا ان انت تعمل مال، تمام؟ فتلاقي الشخص ده لانه شايف ان دي اسهل حاجة في الدنيا، ويكون في حالة استرخاء كده، ما عندوش مشاعر حرمان او نقص، فبتلاقي الافكار والالهامات بتجيله وبيقوم يعمل فلوس بسهولة وبيسر. برضو الانسان مثلا اللي بيبقى عنده مثلا هدف ان هو مثلا يعمل علاقة كويسة، او ان هو يرتبط او كده، يقولك يا عم ده اسهل حاجة في الدنيا ان انت تلاقي الحب ده، او ان انت ترتبط بانسانة كويسة تشبهك. وفعلا بتجيله الافكار انه يرتبط او يخطب او يتجوز او يلاقي الشريكة بتاعت حياته. واحد مثلا آه